باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. رسالتك النهاردة بشفاعة أمنا الحنونة أم النور العذراء مريم، بركة صلواتها وشفاعتها تكون معانا كلنا، بتطمنك برسالة في الوقت ده مخصوص علشانك انت، وبتقولك اطمن جدا يا ابني، انا دايما جنبك وقريبة قوي منك، وبتشفع لك عند رب المجد يسوع علشان يفرح لك قلبك. ثق ان اللي انت عاوزه هو بيدبره، وهتفرح قريب قوي. إلهك عظيم ومفيش أحن من قلبه، وأي شيء صعب قدامك عنده عليه سلطان، وهيحل كل مشاكلك، هيبعتلك حلول ما تخطرش أبدا على بالك، وهيجدد ليك حياتك. إلهك ما عندوش مستحيل. مهما كنت شايف إن أمورك متعقدة وصعب حلها، هو قادر أن ينجي ويخلق من العدم، ويخرج من كل جافي في حياتك حلاوة. هيجي ليك بأفراح سماوية واستجابات مذهلة، دي محبته ليك ملهاش حدود. وبكرة هتشوف مجده وهتشوف وعوده اللي بتتحقق لما يجعل كل حلم أو أمنية كان نفسك فيها بقت حقيقة وبتعيشها. إلهك دايما بيدبر ليك أمورك بأحسن تدبير يفوق العقول. وقف تفكير وسيبها على القدير مدبر الكون كله، وما تعولش الهم. أي شيء خنقك وتعبك ومضايقك سيبه على ربنا وعلى رحمته، مش هتلاقي أرحم منه ولا أحن منه. هيشيل عنك وجع الدنيا كله، اتكل عليه هو فقط واطمن. ده إلهنا بيخلق من النهايات بدايات جميلة تفرح. في الوقت اللي ممكن تحس إنه نسيك ومش سامعك، افتكر دايما صوته وهو بيقول: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. اوعى تخاف أبدا طول ما انت مع يسوع. سلم له حياتك وهتشعر بالأمان والاطمئنان. هو الطريق والحق والحياة، تسير معه وتطمئن. هو يحيط بك من كل جهة ويدفع عنك كل شر وشبه شر. هو إله المستحيلات، البارع في الترتيبات، وهيفرحك بالنهايات. سيرسل لك عطايا مذهلة تفوق خيالك. كيف تظنه لا يستجيب؟ هيفتح لك باب جديد، باب للخير والبركة في زمن احتياجك. هيعطيك ويغنيك، فعند الرب السيد للموت مخارج. ما تخافش، هو يحملك على الأذرع الأبدية. استسلم انت لحمايته، وسيخرجك من أي ضيق إلى رحب لا حصر فيه. هيبعتلك معونة خاصة تجعل ما ظننته صعب ومستحيل يصير سهلا وممكنا، لأنه يعلم له كل المجد كم أنت حزنت وتعبت وتضررت. ثق إن العوض ليك هيكون معجزة، وهتتعجب إزاي ربنا قلب الأمور والموازين كلها لأجل صلاتك البسيطة المتواضعة. خلي رجائك فيه كبير، اللي رفع السما من غير عمدان قادر يرفع قلبك من كل الهموم ومن كل الأوجاع والأحزان. قول بإيمان يا رب، وثق إنك هترتاح وهتعيش بأمان. هيحميك من المخاوف وهيعطيك فرحة وأمان من عنده.
هيحول اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبك. هيستجيب حتى لو جه وقت وتعبت وثقتك فيه اتهزت وضعفت، برضه هيستجيب. بالرغم من الإحباطات اللي بتواجهك هيستجيب، لأنه هو الله. سلموا ليه دفة حياتك وهو هيقودها للطريق الصحيح. هيرسل ليك ضوء النجاة، فاوعى تحزن أو تتضايق أو تقلق. تأكد إنه معاك. صليله وقوله: يا رب يا إلهي، أعلم إنك في كل ضيق تتضايق معي. إني أعلم جيدا أنك تعرف أفكاري وتعلم بكل ما في داخلي، لأنك فاحص كليتي وحاسس بكل ما أمر به. أنت عالم بضعفي وبقلة حيلتي، لكني أنتظر بسكوت خلاصك يا إلهي. ثق إنه سامع وشايف وعارف كل ظروفك، وهيستجيب وهيفرح قلبك، لأنه لا يخزي من اتكل عليه. هيتمجد معاك وفيك، وهتفرح، وهيخلصك من كل ضيقاتك ومشاكلك، زي الآية ما بتقول: ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك. فمهما كان الألم والحزن اللي جواك، هيجي يوم راحتك، هيجي يوم هتفرح فيه من قلبك، واليوم ده هيكون قريب جدا. الله معك في وسط ألمك، يرفع عنك ويسندك إلى أن تخرج من التجربة بسلام. هيدبرها، فعندما يرتب الله ويريد، فإن الصعب يصبح سهل، والغير مستطاع عند الناس يكون مستطاع عنده. ربنا مش صاحب الخطوة العادية، ربنا صاحب الخطوة المستحيلة اللي فوق العقل والمنطق. ربنا بيعرف يطبطب في الوقت الصح. وقت ما الدنيا تضلم خالص قدامك، هتلاقي له كل المجد. بيبعت لك نور ويقول لك: أنا هو نور العالم، لا تخف. مهما كانت مشاكلك مش هيسيبك، هيبعت لك شعاع أمل. افتح باب قلبك لربنا، مش هتلاقي جواه لا خوف ولا ألم ولا ضيقات. كيف تظنه لا يستجيب؟ إنه يرتب لك أمرا عجيبا. الله سامع صوت صلاتك في كل وقت وهيستجيب. هو متخصص في علاج الجروح المستخبية اللي محدش بيشوفها غيره، ولا بيحس بيها غيره، ولا بيسمع الكلام اللي انت مش عارف تقوله غيره. عارف مشاعرك وضغوطاتك النفسية، ده انت كل اهتمامه. ثق انه مش هيتخلى عنك، هيريحك وهينجيك من كل مخاوفك. آمين. بركة وصلوات أمنا العذراء مريم تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.